طول ما انت بقى ماشي صدف في كل حته، فشكله يعني يفتح نفس. حمام سباحه في اللذيذ وقاعده ظريفه جدا. النهارده هنشوف مع بعض واحد من ارخص الفنادق الموجوده في بورسعيد، بس قبل ما نكمل ما تنسوش تشتركوا في القناه وتوصلوا فيديو ل 10000 لايك عشان تدعموني ان انا اكمل معاكم السلسله دي. احنا موجودين في فندق نورس في بورسعيد، فخلينا نشوف فندق من جوه عامل ازاي وايه اللي ممكن نعمله في الفندق. اول ما نخش الغرفه الميني بار على ايديك الشمال على طول، من قبل ما نشوف اي حاجه في الغرفه ثانيه. يعني حاطط لك الميني بار في رخامه كده عليها بقى كاتل، وكمان جايبين ازازتين ميه، واحده بيبسي وواحده 7 اب كنوع من انواع الترحيب يعني. بس الغريب هنا ان هو حاطط الكاتل ولكن مش حاطط شاي او سكر او قهوه او كده، فمش مشكله يعني، انت تعامل بقى، هات انت مع نفسك. الميني بار يعني ايه نضيف جدا وبينور، شكل الميني بار نظيف جدا صراحه، حس الميني بار بيلمع. على شمالك برده في الحمام، خلينا نشوفه بعد شويه بعد ما نكتشف الغرفه فيها ايه. الغرفه شكلها نظيف جدا، عاجبني شكل الغرفه صراحه، سيمبل وبسيط ويعني تحس الغرفه نظيف. ده المكان اللي بتحط فيه الشنط، فهو حاطط لك مكانين، في مكان فوق مكان تحت، عشان لو انت معاك شنطتين او معاك اكتر من شنطه فعندك مساحه براحتك ان انت تحط الشنط وتبقى مستريح. برده من الحاجات الظريفه جدا ان انت عندك اتجاه القبله بحيث ما تتعبش وانت بتدور على اتجاه القبله. الدولاب في الغرفه شكله غريب شويه، يعني انا بالنسبه لي انا فاكر ان دي ضرفه وهقفلها او انهم فاتحين الضرفه او كده، ولكن دي مش ضرفه، ده هو ستايل الدولاب كده. فاول مره اشوف صراحه ستايل الدولاب اللي هو المفتوح ده، يعني الحاجه قدامك في وشك على طول. لو عايز تحط هنا تيشيرتات او حاجه يعني في هنا رفين تحت، عندك هنا في ادراج للتخزين برده تقدر تشيل فيها اي حاجه انت عايزها، وحاطط لك هنا في شماعه، وهنا في مخده اضافيه في حاله ان انت احتجت مخده زياده. عندك قدام السرير في هنا مرايه المفروض يعني زي تسريحه او كده، وفي هنا برده يعني درج مستخبي شويه، يعني مفيش كرسي خاص للتسريحه لان المساحه برده ايه ضيقه شويه. مساحه الغرفه كعرض الغرفه ضيق، فالحركه برده ممكن ايه لو كانوا حطوا كرسي هنا كانت هتوقف الدنيا خالص. عندك تلفزيون هنا ماركه بريفكس 27 بوصه تقريبا قدام السرير على طول، بحيث ان انت تتفرج على اي حاجه انت عايزها. خلينا نشوف السرير. السرير يعني ايه شكله ظريف جدا، مرتفع عن الارض، مرتبه دمها خفيف. خلينا نجرب مخده، مرتبه ظريفه جدا ومخده كويسه لابعد حد. وعندك طبعا جنب السرير في تليفون فيه عليه كل الارقام اللي انت محتاجها، فحاطط لك رقم الامن والمطعم والاشراف الداخلي والاستقبال، ولكن بستايل قديم شويه. حلو حلو صراحه. هنا فوق التليفون بقى في الوصله ديت، معرفش خاصه بالنتورك ولا ايه يعني، مش عارف، لان مستوى الفندق يعني هو الفندق هنا 3 نجوم، فاعتقد ان فكره ان يبقى في نت في الغرفه بالطريقه ديت يعني مش متاكد منها قوي. عندك هنا في موجود ترابيزه كرسيين عشان خاطر يعني عايز تقعد كده تشوف البلكونه او تقعد تسترخي تشرب حاجه تروق على نفسك. كرسيين دمهم خفيف وترابيزه مناسبه. تعالوا مع بعض بقى نشوف اجمل حاجه في الغرفه وهي الفيو. طبعا عندك البلكونه هنا بص على الجنينه، وفي هنا حمام سباحه ومنطقه لعب الاطفال، وفي برده هنا كافيتيريا جامده جدا تطلب اي حاجه انت عايزها، مثلا تقريبا شغال لحد الساعه 12 بالليل. طبعا انت شايف برده فيو البحر من هنا، الغرفه هنا سي فيو فشايف البحر، شكل البحر رهيب والموجه جامده جدا صراحه. تعالوا مع بعض نشوف الحمام. الحمام جوه سيمبل جدا ونضيف، حاطط لك شاور جيل وشامبو، والحوض شكله نضيف صراحه، والحمام يعني كويس ما فيهوش اي تعليق صراحه. دي منطقه الشاور عشان لو انت عايز تاخد دش او حاجه، ولكن برده ايه مفتوحه من هنا، مجرد انت تفكر تاخد شاور فالحمام كله هيتغرق. عندك هنا البول بتاع الفندق، وفي هنا قعدات ظريفه جنب حمام السباحه، وهنا في كافيه تقدر تطلب اللي انت عايزه، يعني في هنا كافيه وقعدات قهوه شاي اللي انت عايزه، تقدر تيجي هنا وتطلب اللي انت عايزه براحتك. حمام سباحه في اللذيذ وقاعده ظريفه جدا. هنا بوابه الفندق المطله على البحر على طول، تقدر تخرج بقى تتمشى، يبقى البحر ايه في وشك، الدنيا مطر والاجواء جميله. هنا بقى على الشط تقدر انت تقعد ايه في كراسي في شمسيات. طبعا كل قدام الفندق دي كافيهات، يعني تقدر تقعد فيها تشرب حاجه او تطلب حاجه، دي مش تبع الفندق يعني. الفندق بتاعنا اللي هو الازرق اللي هناك ده تخرج من الفندق على الشط على طول قدامك، في قعدات كتير مختلفه على الشط على طول، يعني طول ما انت ماشي على الشط تلاقي فيه ايه قعدات ظريفه جدا صراحه. اعتقد اللي هناك دي مركب صيد تقريبا، مش متاكد قوي. طول ما انت بقى ماشي صدف في كل حته، كل حته انت ماشي فيها صدف. والشاطئ بتاع بورسعيد عموما مريح نفسيا يعني. في هنا برضو منطقه العاب للاطفال، يعني شكلها دمها خفيف جدا ولكن برضو مقفوله، يعني تقريبا بيعملوا تجديدات او حاجه فقافلين عليها، لسه بيظبطوا فيها تقريبا، لان الباب بتاعها مقفول هناك فممنوع ان انت تخش او تلعب او كده. وهنا المفروض في نافوره، وهنا في حمام سباحه ولكن لسبب ما مش شغالين. الفندق بقى انت بتتمشى فيه واسع جدا، يعني في مساحات كبيره، مثلا الاطفال مثلا هناك بيلعبوا ايه كوره، يقدروا مثلا هنا لو في حد معاه سكوتر او اي حاجه، ففي مساحات واسعه جدا جدا. عندك في هنا سوبر ماركت بحيث لو احتجت اي حاجه تقدر تيجي ايه تشتريها على طول. برضو جنب الفندق لازق فيه على طول في ايه ماكدونالدز، عشان لو جوعت بالليل تنزل تضرب لك ايه واحد بيك تيستي. فحلو صراحه، حلو ان انت يبقى جنبك حاجات كتير تختار منها، يعني عايز تاكل عايز تشرب يعني ده يبقى متاح جنبك، فده شيء يسهل لك كل حاجه تقريبا. تعالوا مع بعض نشوف هنتعشى ايه في بورسعيد. طبعا ما ينفعش تكون موجود في بورسعيد من غير ما نجرب اسماك ابن حميدو، فاحنا هنا جينا عند ابن حميدو عشان نجرب كده، نطلب شويه حاجات ونجرب نشوف الدنيا ماشيه ازاي. واول ما قعدنا جابوا لنا بقى ايه ويلكم درينك، مشروب ليمون يخليك كده ايه جاهز للاكل. فطلبنا شويه حاجات كده، خلينا نشوف الاكل عندهم عامل ايه. هنا المنيو بتاعتهم اعتقد الاسعار نوعا ما مقبوله، يعني اسعار كويسه مش غاليه قوي. عندك هنا مثلا الرز 30، شوربه السي فود 120، السلطات ب 15، في اللذيذ اسعار في اللذيذ صراحه. السلطات وصلت، سلطه البابا غنوج، سلطه الطحينه، سلطه خضراء، ودي حاجه من عندهم كده قال لي دي بيتزا هيدفعني حقها في الاخر مش عارف. وهنا طبعا شوربه الجمبري ببطارخ. شوربه الجمبري شكلها صراحه يفتح النفس، يعني شكلها مشجع لابعد حد، الجمبريه واخده حقها جامده. بس شوربه جمبري من الاخر، لازم تجرب واحده كده كمان لوحدها. يعني
عاليه قوي 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 يعني. بتهيألي افضل شوربه جمبري جربتها لحد دلوقتي. جابوا لنا البيتزا دي ضيافه من عندهم، ولكن انا مش عارف هي بايه، فخلينا نجرب. بيتزا الجمبري جامده جدا، طعمها ظريف والخلطه بتاعتها مظبوطه. اول حاجه جبناها هي السيبيا. السيبيا دي المفروض انها كاليماري مقلي، السيبيا مقليه. جايب كده سلطه طحينه جامده السنين، تحفه، مطبوخه كويس جدا بحيث انها خفيفه مع الطحينه عالميه صراحه. في الاخر تاني حاجه جبناها هي جمبري باتر فلاي، شكله جامد جدا صراحه. ده ربع جمبري باتر فلاي، فشكله يعني يفتح نفس. جمبري خيال. ده بقى بقلاويز، يجي لك كده تقوم حاطط عليه ايه؟ ليمون. دي بتتقدم بطريقتين، ممكن شوربه ممكن فاهيتا زي كده معموله مع بصل وفلفل. خلينا نجرب. سمك في بورسعيد ما بيهزرش، شكلها جامد السنين، ينفع كأزازه كده ايه تبتدي بيها. طبق خيالي. جبنا رز احمر بالجمبري، خلينا ايه نشوف هو عامل ازاي. جامد، لازم تجرب. جرب كده يا عم عبد الرحمن وقول لي رايك. 10 على 10. عايز بقى تجرب الجمبري باتر فلاي ده وقول لي رايك فيه. هو من شكله باين ان هو جامد. هزار ها؟ جامد. بس كده بقى خلاص تجربتنا في مطعم ابن حميدو. جربنا اكله سمك جامده السنين، مطعم انصح جدا اي حد موجود في بورسعيد ان هو يزوره يعني. كده بقى خلصنا الاكل نرجع الفندق. سعر الغرفه هنا كان 1450 جنيه للفردين بالفطار. احنا حاجزين في اول 6، فده السعر دوت متغير، ممكن تيجي في اي وقت تاني تلاقي السعر مختلف عشان الناس بتقول الاسعار مختلفه. بشوف صراحه ان الفندق دوت من الاختيارات الكويسه جدا، مساحات فيه كبيره جدا، تقدر انت تتمشى بالليل، تقدر انت تقعد على الكافيه، تقدر انت تعمل حاجات كتير. برضه حمام السباحه كويس. والاجواء العامه كاجواء عيله شايف انها اجواء مناسبه جدا، والفندق من الاختيارات البسيطه اللي تخلي اجازتك كويس. برضه الميزات الثانيه في الفندق ان في سوبر ماركت جنبك، وفي مطاعم زي ماكدونالدز وزي مطاعم ثانيه كتيره، فعندك اختيارات اكل وشرب في المكان، فانت مش هتتعب تماما. كده يبقى شفنا مع بعض واحد من ارخص وافضل الفنادق موجوده في بورسعيد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.